بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. اليوم في شرح جديد لعمليات تكريك البرامج. سنقوم بتكريك أو كسر حماية برنامج بسيط، وهو برنامج تصوير سطح المكتب. أولا نقوم بتسطيب البرنامج. هو برنامج صغير جدا وبسيط للغاية. ربما نحاول أن نشرح الفكرة البسيطة لعملية الكراك، و- ونسهل الفكرة ربما المبتدئين اللي كما أنا في مجال التكريك أو داخلين مجال تكريك البرامج. نفتح البرنامج، ثم نذهب إلى هالب ريجستري. نقوم بإدخال أي كود وأي اسم، المهم أن نحاول نخرج الرسالة نتاع الخطأ. ولا أعطانا رسالة الخطأ، وهي تقول نص الرسالة يقول أنه رقم التسجيل خاطئ، أعد إدخال رقم آخر وأعد محاولة. احنا يهمنا في هذه الرسالة كلمة سوري، أو تهمنا الرسالة كاملة. المهم احنا رايحين نستعملوا كلمة سوري للبحث عن الرسالة في البرنامج. نذهب إلى برنامج تكريك أولي ديبوج. نفتح البرنامج نتاعنا بسيط، البرنامج تاع الكراك. افتح لنا البرنامج. هنا في هذه القائمة نحاول كليك يسار، نذهب إلى سيرش فور، ثم إلى هذا الخيار. يفتح لنا قائمة أخرى، وهي التي سوف نقوم بالبحث على كلمة الرسالة السوري. كليك يسار، سيرش فور تكست. نحاول أن نغير الخيار هذا ونكتب كلمة سوري. آه، وندير نضغط أوكي. هذا السطر هو سطر رسالة الخطأ اللي صدرها البرنامج. نروح لهذا السطر ونكليك دبل كليك. رجعنا للقائمة الأولى. هنا في هذا كل ما يهمنا إلا كلمة جينز. هذه نحاول أن نغير هذا السطر. باش نغير هذا السطر، دبل كليك يمين أو كليك يسار واسمي ونغير الكود. نغير هذه جومب جانز. نحاول نغيرها إلى جومب جي ام بي. اوكي. لا، تغيرت عندنا جي ام بي. كانسل. نحاول نحفظ التغيير. كوبي آل. من هذه القائمة نحاول نسوف جاردي العمل تاعنا. سيف فايل. راح نغير مكان الحفظ. دوكيمون سوف، ونغلق البرنامج كامل. نحذف الاختصار. اختصار سطح المكتب نحذفه. نعم. نذهب إلى دوكيمون مستندات. نسخ البرنامج اللي حفظناه. نذهب إلى إلى القرص سي بروجرام فايل البرنامج. نحذف البرنامج. تم حذف البرنامج. لصق البرنامج تاعنا اللي هو الكراك تثبيت. نعمل اختصار لسطح المكتب. ثم نفتح البرنامج. نذهب إلى هالب ريجستري. يعني ذوك ما يهمش ندخل أي اسم أو أي كلمة سر وندير أوكي. فوالا يعطينا ذلك. نشكر الجميع على المشاهدة والمتابعة، ونعتذر إذا كان مني خطأ، لأني قلت أني مازال مبتدئ ومازال نحاول أني نجتهد. أنا لقيت الفيديو في اليوتيوب مشروح بالمستند النصي، وحاولت أني أجتهد لكي يعملوا بالصوت، وإن شاء الله نكون ما قصرتش. ونستسمح من الأخ اللي يطرح الفيديو، لأنه أنا نعتبره بالنسبة لي الآن أنا مبتدئ، نعتبره أستاذ. وشكرا للجميع، وإلى اللقاء.